واختصارات فوتوشوبيه هتخلي تصاميمك ميمي. ازاي تعمل زوم على الصورة؟ طبعا كلنا عارفين الزوم واهميته في التصميم، فتعالوا نقول شويه اختصارات حلوه في بعضهم جداد عليكم ما كنتش تعرفوهم قبل كده. طبعا كلنا عارفين الكنترول زائد، كنترول بلس، كنترول ماينس، بيعمل زوم ان وزوم اوت، وانا بتحرك جوه الزوم بكبس مسطره وبضغط وبسحب. لكن تعالوا نشوف استخدامات البكره في الزوم. اول حاجه لو كبست الت وقفت على جزئيه معينه وعملت سكرول بالماوس هيعمل زوم على الجزئيه دي. لو شلت ايدي من على الالت وعملت بالسكرول هيطلع فوق وهينزل تحت. لو كبست كنترول في نفس الوقت هيروح معايا يمين وشمال. لو كبست شيفت سواء انا كابس كنترول او مش كابس كنترول فهيعمل الموضوع ده بشكل اسرع. تسمعوا عن القفز بالزوم؟ لو انت كابس اتش وكبست كليك هيطلع لك بره كده. روح اقف على المكان التاني اللي انت عايزه وانت لسه كابس اتش وشيل ايدك من على الكليك، اتش وكليك هينط هينزل. لو شغالين بالجرافيك تابلت فالاختصارات اللي فاتت دي كلها صعب جدا انكم تستخدموها. الاختصار اللي ممكن نستخدمه في الحاله ديت وممكن برضه نستخدمه بالماوس هو كنترول وسبيس. بكبس كنترول ومسطره وبكبس على الجزء اللي انا عايزه يمين وشمال هيعمل زوم ان او زوم اوت بالشكل ده. وده عملي جدا مع الجرافيك تابلت. طبعا عندنا كنترول صفر تعمل لي فيت سكرين، بتخلي لي الصوره بتاعتي على قد الشاشه بالظبط. والاخيره دي بقى اجمد واحده، لو انا رحت على اللايرز وكبست الت وكليك على اي لاير هيعمل زوم على اللاير ده بس بالشكل ده او بالشكل ده او بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. وبس كده. لو استفدت احفظوا الفيديو عشان ترجعوا له وتابعوني لو عايزين تشوفوا تريكات زي ديت كمان.